تخيلوا معايا شنو يقدر يدير استاذ وسبعه ديال التلاميذ ديالو يوحدوا المغرب مثلا. الصيف دخل وكل شيء غادي يبغي يسافر ويفوج، والاغلبيه غادي يمشي للمدن الساحليه يتبرد في البحر، بحال هنا في بحر اغلو حدا مدينه تيزنيت. السلام عليكم، معكم زكريا وبغيتكم ترحبوا بيا في الحلقه الاولى من سلسله تراث امتي. اليوم غادي نحكيو على بلاصه ما معروفاش بزاف وما يمكنش نمروا عليها مرور الكرام. كاينه في اغلو، واحد القريه صغيره بين الجبال ديال سوس، ولكن التاريخ اللي فيها كبير بزاف. بسبب هذه الزاويه بالضبط تأسست واحد الدوله غادي تبدل التاريخ ديال الامه ديالنا، وغادي تكون اول دوله اللي غادا تجمع المغرب تحت رايه واحده. هنا ترباو رجال الدوله اللي حكمت من نهر السنغال حتى الاندلس. وجدوا معايا دابا غادي ندخلوا للدار ديال المرابطين. بين التلال والوديان كنلقاو زاويه وقاق بن زلو اللمطي، صوفي عالم ومربي ومعلم. في القرن 11 ميلادي، يعني تقريبا 1000 عام دابا، وقاق اسس هذه الزاويه ماشي باش يكون مشهور، ولكن باش يقري ويعلم ويربي. الناس كانوا كيجيو من بعيد من جميع قبائل سوس ولا ابعد كاع باش يقراو عنده. واحد من التلاميذ ديالو سميتو عبد الله بن ياسين. تصوروا معايا واحد الشاب صغير جا لزاويه وقاق في واحد الدوار حدا اغلو، قرا وتربى وتعلم الدين مزيان، ولكن ملي سال القرايه شاف البلاد الحاله فيها حامضه، كلشي مسلم، ولكن كل واحد كيفهم في الدين كيف ما بغى. شاف باللي خاصها شي حاجه جديه، قرر يمشي للجنوب، وبحال الاستاذ ديالو بدا من الصفر. اسس واحد الزاويه صغيره بدا فيها مع 7 ديال الرجال، ومع الوقت دوك 7 ولاو 70 ثم المئات ثم الالاف. من بين هاد السبعه الاولين كان جوج خوت من قبائل صنهاجه، واحد سميتو يحيى وواحد سميتو ابو بكر بن عمر. يحيى ولا اول امير في هاد الحركه اللي كانوا كيسميوها المولى الثامون. منين مات يحيى في المعركه تولى خو ابو بكر القياده، هو اللي بدا يحط الحجرات الاولى ديال العاصمه الجديده ديالهم مراكش. كانوا في ديك الوقت صداعات نايضين الصحراء، وكان خاصو يرجع للجنوب عاوتاني. غادي يجيب ولد عمو اللي كان اقوى جنرال عنده، اللي يلاه شد مدينه فاس في الدين. هاد الحركه الجديده اللي كيحاولوا يوحدوا المغرب. هاد ولد عمو سميتو يوسف بن تاشفين. ومن تما بدات قصه الدوله المرابطيه، ولكن بدايه الحقيقه كانت هنا في هاد الزاويه اللي واقفه اليوم بوحدها في دوار حدا اغلو، كتسنى اللي يعاود يسمع الصوت ديالها، صوت التاريخ. كانت الزاويه بحال الجامعه، اول سيستم ديال الجامعات في العالم، السيستم ديال المدارس العتيقه. فاش كنقولوا المدارس العتيقه كنتخيلوا الامام هز واحد القصبه طويله والطفل اللي سكت قدامه ولا دار خطا كتنزل عليه دقه صافي. راه الصوره الحقيقيه هكا ما كاملاش. غنشرح لكم اكثر. المدارس العتيقه في المغرب وحتى الاندلس كانت هي الاساس ديال التعليم، ومن تما تخرجوا علماء كبار بحال ابن رشد، ابن طفيل، ابن حزم وابن بطوطه وحتى الادريسي. كان الطفل ملي كيدير 4 سنين ولا 5 سنين كيدخل يتعلم القران والتفسير والحديث، ماشي غير يحفظ، ولكن كيفهم، كيناقش، كيسول وكيتشرح ليه كل شيء. ومنين كيتخرج ملي كتكون عنده 14 ولا 16 ولا 17 سنه بحال الباك ديال اليوم تقريبا، ديك الساعه الدماغ ديالو عامر بحوالي نصف مليون مصطلح، فهمهم، حافظهم وقادر يناقشهم. من تما الا بغى يحبس القرايه ويختار مهنه بحال التجاره او الصناعه ممكن ليه، بحال اليوم مورا الباك، ولا ممكن ليه يكمل قرايته ويتخصص في الفلك، في الهندسه، في الرياضيات ولا في الطب، وكل شيء بلغه واحده، اللغه العربيه، باش التركيز يبقى واضح والفهم يكون نقي. يعني باختصار الزاويه ما كانتش غير القصبه والدقه فوق الراس، كانت جامعه قبل ما يوليو عندنا الجامعات.
يعني بغيتكم غير تخيلوا معايا، ما كاين لا سبوره لا كراسه لا طباشير لا استاذ واقف حاضر التلاميذ، كان كلشي كيجلس على شكل حلقات ولا على شكل دوائر، كل حلقه ولا كل دائره كتكون فيها واحد الماده والاستاذ واقف في وسطهم كيقريهم. وفي اي لحظه اي تلميذ مثلا جاه الملل وبغى يبدل الجو كيقدر ينوض من مجموعه ديالو ويمشي لمجموعه اخرى، كل دائره ولا كل حلقه كيقراو ماده في شكل. يعني عندنا الرياضيات، عندنا الهندسه، عندنا الشريعه، عندنا الفلك وبزاف المواد اخرين. الزاويه راه ما كانتش غير مدرسه، راه كانت فيها الحياه كامله، يعني تيباتوا فيها، تياكلوا فيها، تيتعلموا وتيخدموا فيها. التربيه كانت كامله، كيكون العقل كيتغذى والقلب تيتربى. هذا النظام عاش لقرون حتى جا الاستعمار الفرنسي وقرر يوقفه. علاش؟ حيت المدارس العتيقه كانت من اكثر البلايص اللي فيها القرايه، كانت معاقل للمقاومه وكانت مراكز للوعي، وهذا الشيء ما عجبهمش وكان كيشكل تهديد للنظام الاستعماري ديالهم. وقالوا غادي نجيبوا واحد النظام اللي نوعا ما حضاري، ولكن في الحقيقه كانوا باغيين يسكتوا الصوت ديال المعرفه الحره وديال المقاومه. وقاق ما كانش باغي يصنع الملوك، ولكن يصنع رجال كيخافوا من الله وكيخدموا الامه. الراجل ما عنده لا جيش لا مال، ولكن علم التلاميذ ديالو يحاربوا الجهل ويحاربوا الظلم. وهذا الشيء هو اللي خلى الدوله المرابطيه تكون قويه مستقره وموحده في صف واحد. كانوا رجال تيبنيو اكثر من انهم كيريبوا. والسؤال تيبقى، واش باقي الناس كيمشيو للزاويه؟ الزاويه مازال كتستقبل حتى ل50 طالب تيباتوا فيها وتيقراو فيها وتعيشوا نفس الجو ديال شحال هادي. الناس ديال الدوار باقي محافظين على السيستم ديال الزاويه، كل عائله كتجيب الماكله بنوبتها للامام في النهار وباقيين كيقراو بنفس الطريقه التقليديه. ولكن اليوم خاصنا ما نحبسوش هنا، خاصنا نحافظوا على بحال التقاليد ونطوروها بالطريقه ديالنا، ماشي نجيبوا نظام من برا ونفرضوه على الجميع. لحقاش حتى في العصر ديال اليوم احسن طريقه للتعلم ماشي هي الطاوله والكراسه والسبوره، هي الجلسه في دوائر او حلقات والنقاش والفهم الحقيقي. نظام الحلقات في الدراسه والتعليم ماشي غير طريقه ديال الجلوس، وانما هو اسلوب تربوي كيركز على انك تشارك في بناء المعرفه وتطوير المهارات وحتى الشخصيه، ماشي مجرد متلقي وصافي وانما متفاعل. الزاويه اليوم ما بقاش عندها تاثير بحال قبل، ولكن باقي فيها الحياه، باقي فيها الناس كيخدموها وما خلاوهاش تموت. التراث ديالنا ما كاينش في الكتب، راه عايش وسطنا في هاد البلايص اللي كثير منا نساوهم.